بما ان القناة دي بتتكلم عن البرمجة ما يصحش نقول قصة من النص، لازم نبدأ من الأول. خلينا ناخدك في رحلة عن ازاي البرمجة ابتدت، واحنا بنتكلم عن البرمجة فلازم نتكلم عن ازاي الكمبيوتر ابتدى. الموضوع بدأ في 1801 لما العالم جوزيف ماري اخترع آلة بتستخدم ألواح خشب مخرومة علشان تنسج أقمشة، ودي كانت أول خطوة الإنسان ابتدى فيها يطوع الآلة. بعد كده نروح لسنة 1821 لما عالم الرياضيات تشارلز بابيج بيحاول يخترع آلة تشتغل بالبخار علشان تقدر تحصي جداول الأرقام، وكان المشروع معمول من الحكومة البريطانية وكان اسمه Difference Engine. ولكن المشروع للأسف فشل بسبب نقص التكنولوجيا زي ما كان بيقول، والكلام ده طبقا لجامعة مينيسوتا. وهنا بقى البرمجة بدأت بجد، اللحظة اللي احنا كنا مستنيينها كلنا. أول حد برمج هو إيدا لافليك في سنة 1848، وهي عالمة رياضيات إنجليزية وأول شخص كتب برنامج كمبيوتر وفقا لي أنا سيفرت دي أستاذة الرياضيات النظرية بجامعة مونستر